السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى هعمل معاكم روتين قوي جدا. هعمل روتين في كل حتة في الشقة. أول حاجة هبتدي فيها هو المطبخ. طبعا زي ما انتوا شايفين المطبخ، هروق المطبخ واغسل البوتاجاز واخلي المطبخ زي الفل، واعمل النهاردة أكلة بسيطة جدا. بما اني انا هروق البيت كله جزء جزء هصوره لكم. فهعمل مكرونه وبطاطس محمره، حاجه كده ما تاخدش معايا وقت. فخليكم بقى معايا خطوه بخطوه كده وانا بعمل كل حته في البيت. دي بتاعت الكوبايه. طبعا يا حبايبي، اول حاجه عملتها مسكت كده المواعين وقعدت بقى اغسل فيهم. ما كانوش كتير بصراحه، يعني كان مطرح الفطار وغسلتهم، بس بصراحه النهارده تعبت جدا. شوفوا بقى لاخر الفيديو انا عملت ايه. اول مره انا اعمل شغل المطبخ وكمان معاها الريسبشن، فوالله تعبت جدا النهارده. فما تنسوش بقى يا حبايبي تحطوا لي لايكات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. اخليكم بقى مع المواعين اللي انا بغسلها وراجعه لكم تاني. عارفه اني بصور وراحه جايه قدام الكاميرا. عارفه اني بصور وراحه جايه قدام الكاميرا، مش عارفه ليه. انت كده باينه وانت كنت بتقفي ثواني قدام الباب. ما عشان كده يعني على الاقل قبل ما تعدي قولي لي صح عشان اورد عليكي البق بدل ما تقعدي اقطع في الفيديوهات، بدل ما كل شويه بقول لك المقطع كله. يلا تاني وشك. يلا يا رب.
طبعا هنا بقى مسكت البوتاجاز، نضفته حلو قوي بصراحة. كان يعني شوية مدلوق عليه حاجات ومتوسخ شوية، نضفته حلو قوي قوي بصراحة المرة دي. خلصت بقى البوتاجاز وهعمل بقى المكرونة، لاني انا مش بعرف اعمل اي اكل لما تكون البوتاجاز نضيف، يعني نضيف جدا بصراحة. هنا بقى لاحظت ان العين تحتها كان في حاجة يعني اتدلقت كده، دخلت تحت العيون. العين دي بس اخدت بالي منها على طول، شلتها ودعكتها حلو قوي. بس كده خلاص البوتاجاز خلص. فيديو بصراحة النهاردة هيعجبكم جدا، لاني يعني انا عاملة فيه يعتبر كذا شغل، يعني روتين قوي بصراحة. يعني المطبخ والاكل والريسبشن مع بعض، اول مرة اعمل كده. دايما اعمل الاكل مثلا بصور روتين اكل لوحده، روتين تنظيف لوحده. النهاردة دمجت الاتنين مع بعض، لان الاكل ما كانش يعني بصراحة صعب قوي، يعني سهل جدا. مكرونة كده عملتها بالصلصة وحمرت بطاطس. هنا خلاص قلتلكوا خلصت البوتاجاز، مسكت بقى الرخامة والديلوقتي ديلوقتي الكلمة الشهيرة بتاعتي. يعني غسلتها حلو قوي ونضفتها زي الفل. هي اساسا كانت نظيفة، بس برضو يعني ما يمنعش ان كل حاجة تتصبن وتتعقم برضو قبل الاكل وقبل اي حاجة نعملها. كده خلاص خلصتها زي الفل. خلاص يا حبايب قلبي، خلصت خلاص المطبخ كله زي ما انتوا شفتوا. يا رب يكون عجبكم. انا كده قبل ما اعمل الاكل لازم انضف المطبخ كله زي ما انتوا شايفين، وغسلت الرخامه. دلوقتي بقى هبتدي اعمل هقطع الطماطم دي، هعصرها، مكرونه بالصلصه وبطاطس محمره. خليكم بقى معايا يا حبايب قلبي، وصلوا على النبي كده في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان تعلى بيكم. تعبتوا قوي مش قادره على بال ما خلصت، مش قادره اقول لكم التعب قد ايه. التعب مش في الحاجه اللي انا بعملها بنضفها، بس الدنيا حر والمطبخ صغير، ويعني الواحد حران جدا جدا بصراحه، والاسدال بقى كمان محررني قوي. زي ما انتوا شايفين كده بقطع الطماطم عشان خاطر اعمل المكرونه. بعد ما اخلص الاكل بقى هشوف اعمل ايه تاني ان شاء الله. هعمل حاجه حلوه كده واصورها لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعمل بقى دلوقتي يا حبايب قلبي الصلصه بتاعت المكرونه. انا بشرت بقى البصله كده مع نفسي، هحمرها وبعد كده هحط الطماطم، هخلص المكرونه بقى، وبعد كده هروح اللهم صل على النبي هروق ريسبشن بره، هاخدكم برضه معايا. بصي حبيبي البصله اهي اتحمرت، ما شاء الله اللهم صل على النبي. حاسه كده بريحه بخور ما شاء الله، مع ان احنا مش مولعين بخور. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى معلقتين صلصه كده عشان نخلي المكرونه كده حلوه وحمرا. بسم الله.
هحط بقى التوابل كلها، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، بابريكا، شويه شطه. وكده تبقى الصلصه بتاعت المكرونه جاهزه. تعالوا بقى معايا بعد ما خلصت المكرونه هعمل بقى، شوفوا المواعين قد ايه، بس اشرب بقى ميه الاول ونكمل الشغل. يلا معايا نخلص الطبقين دول مع بعض. بسم الله. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انا كده خلاص خلصت المكرونه وخلصت ترويق المطبخ. هروح بقى الريسبشن، خليكم معايا. انا هعمل بقى ايه، نسيت قبل ما اخرج من المطبخ لازم احط الميه بتاعه هسلق المكرونه، بملاها من الفلتر. مش بحب املى الميه لاي اكل من الحنفيه مباشره بالفلتر. طيب هولع هنا بقى كده، احط الميه بتاعه المكرونه، والبطاطس دي بقى هقشرها الاول قبل ما ابتدي في الريسبشن، وهقطعها عشان تبقى جاهزه للتحمير. هحط بقى معلقتين ملح، احط بقى شويه زيت. المكرونه اللي بالصلصه بنحط لها شويه زيت. يلا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين من ساعه ما عملت الروتين بتاع الريسبشن اتطرب جدا جدا. هنفضه معاكم وهكنس الارض بالمكنسه. خليكم معايا. طبعا بقى انا مسكت اهو الانتريه، مسكت كنبه كنبه كده وفضلت اديله ادي انفض فيهم جامد قوي. بصراحه كانوا مليانين تراب، مع اني انا شفته من يعني ما فاتش اسبوع كنت منفضه تنفيضه جامده جدا، وكنت مروقه هنا ومنضفه تنظيف عميق يعني. بس يلا كل يوم بننضف وكل يوم بنلمع، نعيش ونعمل. هنا خلاص نفضت اول كنبه وتاني كنبه اهي. ايه رايكم يا حبايبي في الكنب، في الستايل بتاعه، في اللون والستايل بتاعه اختياري؟ لو عجبكم قولولي في الكومنتات. هنا بقى مسكت الكنبه التانية وفضلت برضو اديله ادي خلاص كده ما فاضلش غير ايه الكراسي دي. وبعد كده بقى ايه هكنس بالمكنسه، هكنس الاوضه دي بالمكنسه. لكن التانية الجزء الريسبشن التاني ده اللي فيه التلاجة والديب فريزر نضيف، بس هي السيراميك اللي كان مطرب فما كانش ينفع بالمكنسه، كنسته بالمقش عادي 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 عادي، مش مشكله هنا بقى خلاص ما فاضلش غير الكرسي ده، وابتدي اكنس بقى بالمكنسه. وكده نبقى خلصنا النهارده روتين المطبخ، وعملنا اكله خفيفه وروقنا ولمعنا والحمد لله. كل يوم على الحال ده
احنا جايين في الدنيا عشان نقعد ننظف ونروق ونمسح وكده يعني. ده حال كل الناس. مسكت بقى بالمكنسة وشفطت بقى كل التراب وفتل فتل يا حبايبي، مش عارفة بيجي منين. المهم كنست حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا برضو مش عارفة اتعامل يعني قدام الكاميرا قوي. لما بكون براحتي بعرف بقى ايه يعني، عارفين اوطي بقى وكده. الواحد وهو براحته غير وهو ايه مشغل الكاميرا وكده. طبعا الواحد بيحاول يطلع بأحسن صورة يعني على قدر الإمكان واحنا بننظف يعني عشان خاطر ما نضايقش حد. فكلنا لازم ناخد بالنا من كده، ان الواحدة توطي او تعمل اي حاجة برضو عشان خاطر يعني الواحد كل خطوة بيعملها نراعي ربنا قبل اي شيء، مش عشان شغل يبقى خلاص اي حاجة. ربنا يغنينا بحلال وعن حرام يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص انا كنت كده بقى خلاص كنست هناك الجزء ده بالمقشة كله. ما فاضلش بقى غير ان انا بس المع التلاجة والديب فريزر والبوفيه. هنا الجزء ده بقى برضو كنسته بالمقشة زي ما انتوا شايفين، لان كان كله تراب، تراب كتير قوي قوي. معرفش بيجي من البلكونة من عند باب الشقة واحنا بنفتح يعني الباب وبنقفله كده اكتر من مرة في اليوم. لاني ما عندناش اطفال، ما اعرفش والله الدنيا بتتطرب وبتتبهدل كده ازاي، هي بهدله بس تراب. لكن الحمد لله انا ما بحبش الكراكيب ولا النعكشه. بقدر الامكان بحب النظام قدام عيني تبقى شايفه دايما الحاجه منظمه. مسحت البوفيه بقى كل حاجه عليها. والله احيانا مرتين بمسح البوفيه والازاز عامه، مرتين في اليوم. خلاص والله الصورة دي بتاعت شهودة ومحمد كانوا هما صغيرين. طبعا عارفين شهودة دي بنتي ومحمد ابن اخويا، ربنا يحفظهم من كل شر. البرواز كان اتكسر ومن زمان والله من فترة عايزة اجيب برواز ان شاء الله حلو كده يبقى شكله قيم وحلو. هنا بقى مسكت التلاجة والسبرينسر بتاع المية، وبعدين هاخد معايا بالمرة الديب فريزر كده. يعني لازم كده يتمسحوا كل يوم عشان الايدين والتراب وكله. خلاص ما فاضلش غير المراية وباب الشقة. وكده يا حبايبي اكون خلصت معاكم روتين النهاردة، ويا رب يعجبكم. وما تنسونيش بقى يا حبايبي في الدعاء وتصلوا على النبي في الكومنتات وتشتركوا في القناة، وربنا يكرمني كده وقناتي تتفعل ان شاء الله بيكم، وان شاء الله قناتي هتكبر، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. كل الناس اللي انا اتعرفت عليها لسه جديد. النظافه الجميله دي يقولوا لي كفو 100 100، وحطوا لي لايكات كتير واعملوا لي الاشتراكات وفعلوا جرس الاشتراك وعشان يوصلكم كل جديد مني. سلام.